اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا نشوف مع بعض زراعة الغلة. كل أرض يا جماعة اللي شايفينها قدام منكم دي في مزروعة غلة. أنا والله طول عمري عارفة إن الغلة لونها أصفر، أنا أول مرة أشوفها أصلا في الأرض كده. ما شاء الله زي ما انتم شايفين، ربنا يا رب يحميها لأصحابها. الجو هناك يا جماعة حاجة تانية. ما شاء الله النهاردة كان الجو حلو جدا، الشمس طالعة. يعني احنا بنتجول كده في وسط الحاجة. ومعانا مفاجأة كمان، هنشوف مع بعض زراعة البنجر. شايفين ده بنجر لسه طالع من الأرض. طعمه حلو جدا ما شاء الله يعني. طبعا الناس اللي ما تعرفش زراعة البنجر، هو ده البنجر. ومعنا هنا شبت وكزبرة وخضار، ما شاء الله حاجات جميلة. طبعا أكيد اللي بص على الفيديو فكر إن ده أسد. لا مش أسد ولا حاجة. كان يوم حلو جدا، الشمس ما شاء الله صافية وحلوة. النخل شكله يا جماعة شايفين عامل ازاي. النخل خياله من الشمس والجو الجميل جه على الأرض نفسها اللي قصاد مننا. ما شاء الله فعلا يا جماعة، لما تمشي في الأرض كده الصبح كده حاجة تانية خالص. ما شاء الله ربنا يحفظهم يا رب الحاجة لأهلها ولأصحابها. احنا قلنا نخرج نتفرج على الطبيعة كده، نجيب بنجر، نجيب كرنب وخضار عشان نشوف احنا هنعمل ايه النهاردة. فالجو بصراحة كان عاجبني جدا، حبيت اتمشى فيه كتير. رحت انا وخالاتي كده الارض كده نتفرج عليها، بالمرة نجيب حاجات واحنا جايين. دي يا جماعة طبعا ده برسيم بتهيألي، ودي غلة. لا ده لسه برضو. ما شاء الله احلى جو، احلى حاجة تشوفها. دي غلة فعلا ما شاء الله. هو شكل الارض كفاية يا جماعة، شكل الارض من بعيد كده حاجة تانية. ده النخل ان شاء الله نصوره بعد كده ان شاء الله اما يكون في بلح. ما شاء الله. انا عايزه بس اقول لكم على المفاجاه اللي انا اول مره في حياتي اشوفها. والله اول مره اعرف ان الترمس بيتزرع اساسا، كنت اول مره اشوفه. فبسال خالتي ايه ده، قالت لي ده ترمس. يا طبعا واللي ورا ده بنجر، اللي هي بتقطعه لي دوت بنجر. ترمس مزروع حوالي بنجر كده. هو ده ما اعرفش اسمه ايه بصراحه، في حاجات كده في الارض فعلا ما اعرفهاش. بس انا فعلا تفاجأت بالترمس ما شاء الله يعني. هي بتقول ان الاصفر دوت ترمس. ما شاء الله. وده بنجر على الارض زي ما انتم شايفينه. ده بنجر كده من الارض لسه. طبعا كلنا عارفين الكرنب. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم في جوله تانية. السلام عليكم.